اليوم رح نحضر مع بعض كيكة البرتقال على الطريقة الإيطالية، طريقة سهلة طيبة وسريعة. يلا نبلش. بهالكيك حاولوا تختاروا البرتقال اللي بتبقى قشرته ناعمة من برا وطرية. رح نقطعها لشريحات كتير رفيعة. بعدها رح اعمل السمبل سيرب او اللي هي المقادير المتساوية من المية والسكر. بعد ما يغلوا كتير منيح ويصيروا مثل قطر، بسقط عليهم شرحات البرتقال بعد ما اكون متأكدة اني قمت البذر منها، ورح ينغلى بالقطر تقريبا ربع ساعة. برفعهم على صحن وبخليهم يبردوا تماما. بعدين برصهم بالقالب اللي بكون حاطة فيه ورقة زبدة. هاي رح تكون البيس او القاعدة تاع الكيك. بالفود بروسيسور رح احط 4 بيضات ومعلقة صغيرة من الفانيلا، ورح اخلطهم على سرعة عالية لحتى يصيروا عندي لونهم ابيض ومثل الرغوة. بعد هيك رح ازيد عليهم كاسة وربع من السكر وبرش بردقانة كاملة. طبعا طول الوقت رح يكون الخلاط شغال لحتى يخلي البيض ينفش اكتر واكتر ويعطي لون ابيض، وهذا اللي بيعطينا هشاشة للكيك. هلا ببلش انزل عليه المقادير السائلة: نص كاسة من الزيت، نص كاسة من اللبن، ونص كاسة من عصير البرتقال. برجع بخفقهم خفقة سريعة. بعدين بنزلهم على جاط في 2 كوب طحين، معلقتين من البيكنج باودر، ورشة من الملح، وبخفقهم باستخدام الويسك. رح انزلهم بالتدريج فوق طبقة البرتقال واحطهم بفرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180. مدة الخبز رح تاخد تقريبا من 30 ل 35 دقيقة. بعد ما تبرد الكيكة تماما بنقلبها بصحن وبنبلش هلا نزينها. اخذت شوي من الصوص اللي كنت طبخه في شرحات البرتقال، حطيت له لون برتقاني، ولحتى اعطيها طعمه مميزه حطيت لها معلقه كبيره من مربى المشمش. ولا اطيب ريحه وطعم وشكل. صحه وعافيه، بشوفكم وصفه جديده.